متابعي قناة هاشتاج العربي، السلام عليكم. ظهرت صور حديثة للفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج المتهمان في قضية الفيديو المنسوب إلى البرلمان والمخرج المصري البارز خالد يوسف للمرة الأولى منذ التحفظ عليهما واتخاذ النيابة قرارا بحبسهما على ذمة القضية. وبدت الفتاتان في عدة صور بحالة سيئة وقد ظهر عليهما علامات الانهيار بعد مرور أيام على الفضيحة التي ظالتهما والتي استدعت المحكمة المصرية حبسهما على ذمة القضية لمدة 15 يوما. وخلال نزولهما من السيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة حاولت الفتاتان إخفاء وجههما عن الأنظار والكاميرات المصورين، وتسربت رغم ذلك بعض الصور لهما حيث ارتدت شيماء الحاج خلال ظهورها أمام النيابة عباءة وحجاب، فيما ارتدت منى الفاروق سترة مع غطاء للرأس. واستدعت النيابة يوم الاثنين منى وشيماء لاستكمال التحقيقات معهم في القضية المعروفة إعلاميا بفضيحة الفيديوهات. وفي حلقتنا اليوم إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك والاشتراك.